تطلع فيها تنور قلب الكل. نرحب بكم على شبكة عالم مصر الإخبارية النهاردة، وفي مشكلة كبيرة جدا في مدينة العاشر من رمضان. حق ضايع من أصحابه، وناشدونا إن احنا نيجي ونصور معاهم ونناشد السيد محافظ الشرقية والسيد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والرقابة الإدارية وكل المسؤولين عن المشكلة ديت. حق ضايع أو مغتصب من أصحابه، وشباب عايزين يشتغلوا وعايزين يشغلوا ناس وعايزين يساهموا في الإنتاج من أجل التصدير وتنشيط الصناعات المصرية، ولكن بقالهم أكتر من سنتين حقهم مغتصب ومصنعهم مستولى عليه ومش عارفين ياخدوا حقهم. تعالوا نشوف النهاردة ايه موضوع المصنع دوت وفي العاشر من رمضان، ويا رب المسؤولين اللي احنا بنناشدهم النهارده السيد محافظ الشرقية والسيد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان السيد مسؤول الضرائب في العاشر من رمضان والجهات المختصة كلها بالصناعة في مصر تشوف ايه الموضوع دوت وتخش المصنع ده وتشوف ايه اللي بيحصل جواه وترجع الحق لاصحابه قبل ما نصحى على كارثة جديدة في إحدى مصانع مدينة العاشر من رمضان اللي ممكن تمتد لمصانع تانية جنبها كتير. تابعونا بعد الفاصل ونشوف ايه المشكلة، وبنناشد السادة المسؤولين حلها في أسرع وقت. تابعونا بعد الفاصل. أنا المواطن المصري سامي عبد الفتاح علي عبده، ساكن في زهراء مدينة نصر. بوجه نداء للسيد محافظ الشرقية والسيد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وهيئة الاستثمار في العاشر بإن أنا عندي مشكلة وشايف ملهاش حل إلا بيهم، عشان إحنا شباب وفي مشكلة وعايزين نشتغل ونفتح مصادر إنتاج وعمالة، لكن في ناس استولت على حقنا وأخدوها بأي وجه بدون أي وجه حق، وإحنا دلوقتي في مشكلة مش عارفين نشتغل. فده نداء ليهم تاني إن هم يتولوا الموضوع ويشوفوا لنا مخرج من المأزق اللي إحنا فيه. القصة تبدأ من إن أنا في بداية العمل أجرت هانجر أو مربع في مصنع من واحد ادعى إن هو صاحب المكان، وإحنا تعاملنا معاه بكل أمان إن هو صاحب المكان. وبعد ما حطينا المكن وبدأنا نشتغل فوجئنا إن هو مش صاحب المكان، وبالسؤال وعن طريق المعارف وصلنا صاحب المكان وقال إن هذا الشخص ليس له صفة إلا أنه كان مستأجر سابقا، وهو كان عارض المكان للبيع وعرض علينا شراء المكان واشترانا فعلا وكتبنا عقد عن طريق محامي طبعا، ورحنا القسم وكتب لنا كمحضر استلام، كان ليا شريك موجود ساعتها. رحنا القسم وكتب لنا كمحضر استلام وبصم فيه، وجه المصنع وعرف الناس المؤجرة التانيين ان هو باع لنا المصنع، وبدأنا نتصرف على هذا الأساس. وبعد فترة هو كان يعني حصل له مشكلة، بعد ما خلصها رجع تاني اللي هو الشخص اللي هو كان في المكان دوت واستولى على المكان وقفل واستولى على المكن، وعرفت ان هو باعه. واحنا دلوقتي في مشكلة كبيرة لان مش عارفين نخش المكان، ودفعت انا جزء في الضرايب باسمي عن المكان اسمه المتحدة للمنتجات الورقية. المكان ده كده اسمه كده في الجهاز المتحدة للمنتجات الورقية، وطبعا معايا ما يثبت ان انا دافع وليا حقية التعامل في الضرايب في الجهاز في البنك في المرافق في الكهرباء عن طريق التوكيل اللي اتعمل لي وعن طريق العقد وعن طريق التوكيلات اللي كانت موجودة مع صاحب المكان اللي هو بايعه. واحنا دلوقتي في مشكله لحد حالا مش عارف اخش المكان، والشخص ده استولى على المكان وقاعد دلوقتي في وجه حق، واحنا ذو حق ومش عارفين ناخد الحق. فنناشدكم ان انتوا تقفوا معانا عشان نرجع الحق. المصنع اسمه في الجهاز المتحده للصناعات الورقيه، عنوانه المنطقه الصناعيه الثانيه B2 قطعه ق16 في العاشر من رمضان جوه شركه زينه. دلوقتي مش عارفين نخش، مكتوب عليه يافطه كبيره اسمها الفاطميه لتشكيل المعادن، وطبعا ده مخالف للاسم الحقيقي بتاع المكان، على اساس ان هو مؤجر لاكثر من واحد باكثر من نشاط. يعني الانشطه جوه متعدده، على اساس كل واحد بيأجر لنشاطه هو الخاص بيه وبيتعامل بيه بنشاطه بدون نظر للمكان ايه هو او كان نشاطه ايه او مظبوط ايه في الجهاز. وطبعا الكلام ده مش قانوني.
طبعا اكيد مش قانوني، واصحاب القانون هم يتصرفوا في الموضوع. طبعا اناشد السيد محافظ الشرقيه والسيد رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان، التنميه الصناعيه، الامن الصناعي والغرفه الصناعيه، ان ده طبعا ده النشاط الموجود على المصنع من بره والنشاطات الداخله جوه مخالفه للمسمى الحقيقي للمكان، وطبعا ده اكيد فيه من الخطوره، واحنا كمان كصاحب مكان او شاري مش عارف اخش ولا عارف ازود نشاطي، وطبعا دي مشكله. وناشدكم مره ثانيه ان الحق يرجع لاصحابه. ده حقيقي، ده طبعا انا اخاف واخشى ان يحصل اي كارثه او يحصل اي مشكله يبقى انا المسؤول عنها، وانا مش متواجد دلوقتي في المكان. وطبعا الحق اللي كان موجود، حق المكن والبضاعه واستنباط الناس كانت موجوده اتبددت، وطبعا ده حق ناس اكيد ليه لازم يرجع، لان ده بقى ديون علينا ومش عارفين نشتغل، والناس بتطالب حقها، وانا مش عارف اجيب حقي ده الا بيه. اتمنى الجهات اللي انا ناشدتها كلها تنظر في هذه الدعوه لارجاع الحق لصاحبه.